بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر ولا سمعت أذن بخبر إلا وقرت له بالرسالة. فقال تعالى: ولا يزال قائلا كريما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنتكلم النهاردة عن قرعة دوري أبطال أوروبا دور الستة عشر. هنتكلم عن التوقعات للنتائج، هنحرق عليكم النتائج كده سريعا، مش هنطول عليكم في الفيديو. وطبعا النهارده مباراة النادي الأهلي وفلومينيسي البرازيلي أو فلومينس البرازيلي. تمام، نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، وكلنا يعني منتظرين المباراة دي، وهنتكلم عنها بإذن الله بعد انتهاء المباراة. ونتمنى طبعا طالما وصلك الفيديو انك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وتشجعنا ان احنا نكمل ان شاء الله. نبدأ كده على بركة الله. أول مباراة عندنا في قرعة الدوري الستة عشر كوبنهاجن ومانشستر سيتي. طبعا مانشستر سيتي بدون تفكير، إلا إذا كوبنهاجن حب بقى يفاجئنا. إنما توقعات أي حد كده هيتوقع مانشستر سيتي، يعني أنا لو توقعت غير كده يبقى بتفازلك يعني. تمام. نيجي بعد كده مباراة بورتو وأرسنال. أرسنال بقاله من الموسم اللي فات أداء صراحة يعني حاجة زي الفل، أداء رائع. طبعا لعبة صغيرة في السن ولعبة ما شاء الله، يعني الفريق بيعيش أحلى فترات حياته وأحلى فترات يعني النادي من منذ أرسن فينجر من زمان، يعني من أيام الجيل بتاع تيري هنري بقى وفان بيرس والناس دي. يعني بصراحة الأداء بتاع الأرسنال أداء يحسد عليه. لكن في مفاجآت يعني. بورتو مش فريق مثلا ضعيف وكده، لا فريق متمارس وبيلعب دايما في دوري الأبطال. لكن طبعا أرسنال يعني توقعت إن أرسنال هتقدر تعدي تتخطى بورتو، بس هيبقى بصعوبة. هيبقى بصعوبة. لايبزيج والريال. الريال طبعا دوري أبطال مدريد، دوري أبطال ريال مدريد. لكن لايبزيج برضه فريق قوي، وفريق هيبقى فريق عنيد، وهيبقى فريق ريزل على ريال مدريد. لكن برضه اتوقع ان الريال هيقدر ان هو يتخطى لايبزيج الالماني. طبعا باريس وريال سوسيداد. باريس هيقدر يتخطى ريال سوسيداد، مع ان الكرة الاسبانية طبعا كل الفرق بتاع الكرة الاسبانية بتكون فرق قوية وبتلعب مباريات طبعا قوية جدا. لكن البي اس جي فريق متكامل يعني، فهيقدر ان هو يعدي. مع ان برضه عندهم حتة الفزلكة لعيبة طبعا الراتب ماشي والدنيا حلوة، فمش مهم اي حاجة تانية بقى. نكسب نخسر ما حدش هيقول لنا حاجة، ما حدش هيعاقبنا. عندنا في فريق اسمه بي اس اف، ما اعرفوش اصلا. هيقابل دورتموند. دورتموند اللي هيفوز ولا يقدر ان هو يتخطى العقبة دي. الانتر واتلتيكو دي بقى اقوى مباراة بقى في القرعة، هي مباراة نابولي وبرشلونة. الانتر واتلتيكو هتبقى مباراة قوية جدا. اتلتيكو فريق رزل دفاعيا ورزل في كل حاجة. الانتر يعني مش عارف، يعني هتبقى مباراة صعبة في التوقعات، لكن اتوقع ان الانتر هيقدر ان هو يفوز على اتلتيكو. اتلتيكو مدريد بقاله فترة يعني، برغم ان هو بيلعب في دوري الابطال طبعا بيبدأ يفوق كده في دوري الابطال، لكن اتوقع ان الانتر هيقدر ان هو يتخطى يعني. عندنا مباراة نابولي وبرشلونة. برشلونة الدنيا معاهم بايظة خالص، نتائج كلها مخيبة للآمال. ونابولي طبعا بقاله كام موسم كده، حتى كان بيقابل ليفربول في المجموعات كان بيبقى رخم على ليفربول. يفوز على ليفربول، يتعادل مع الليفر في المجموعات، الليفر يفوز في آخر لحظة بهدف صلاح كده ولا حاجة. لكن طبعا هو نابولي اللي هيقدر ان هو يفوز على برشلونة، ده توقعاتي. او بصوا يعني هو الموضوع لسه بدري عليه، يعني مش عارفين وقتها برشلونة هيكون فاق من الغيبوبة اللي هو فيها ولا هيفضل في الغيبوبة دي. لكن اتوقع ان نابولي هو اللي يقدر يتخطى عقبة برشلونة، نظرا للأداء بتاع برشلونة الحالي. إلا إذا لاتسيو والبايرن، البايرن هيقدر يتخطى عقبة لاتسيو. على ما أظن يعني المباراة تكون سهلة على البايرن، مش المباراة اللي هي يعني صعبة. لأن البايرن بيقابل أي حد في دوري الأبطال كده بيكون مركز يعني عن الدوري الألماني، بيلعب مباريات أقوى من الدوري الألماني. ودي بس كده، دي توقعاتنا كده يعني. ماشي، نتمنى يعني إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنكم تركزوا وتحفظوا الحلقة دي علشان التوقعات دي نرجع لها بعد كده يعني في المستقبل، ونشوف ايه اللي توقعناه صح وايه اللي توقعناه غلط، ونشوف النتائج مشيت ازاي. فاحنا عندنا كده دور الثمانية هيبقى الباير، نابولي، الانتر، دورتموند، باريس،
ريال مدريد، ارسنال، مانشستر سيتي. ده اللي احنا توقعناه. لكن باذن الله اتمنى النهارده، طبعا نتمنى فوز النادي الاهلي، يا رب يا رب يفرحونا، ونطلع كده نحتفل مع بعض باذن الله في فيديو بعد انتهاء المباراه. وفي نهايه المباراه كده يعني، ما تنسوش تشتركوا في القناه يا جماعه، تفعلوا الجرس علشان تشجعونا نكمل. الله يسعدكم يا رب، ومشكورين. على فكرة أنا بقدم محتوى قرآن كريم برضو وإنشاد ديني بصوتي، فأتمنى إن المحتوى يعجبكم يعني. والسلام عليكم ورحمة الله.